سيرة الرسول الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، فلا يمل من سماعها إلا آذان المنافقين، ولا يتلذذ من سماعها إلا آذان المؤمنين. فعن النبي المصطفى أنه قال: إذا قعدتم مقعدا أو جلستم مجلسا وأردتم أن تعرفوا البخيل في من جلستموه، فالبخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وعن النبي المصطفى أنه قال: بينما أنا صاعد المنبر إذ نزل علي أخي جبريل فقال لي: يا محمد ألا أمنت على دعاء؟ قال رسول الله: بلى. فقال جبريل: يا محمد من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له إلا أبعده الله وزج به إلى النار فقل آمين. قال: فقلت آمين. قال النبي: ثم صعدت الدرجة الثانية فقال لي: يا محمد من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما الكبر ولم يبرهما إلا أبعده الله وزج به إلى النار فقل آمين. قال: فقلت آمين. قال النبي: ثم صعدت الدرجة الثالثة فقال لي: يا محمد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك إلا أبعده الله وزج به إلى النار فقل آمين. قال: فقلت آمين. ما قبل ميلاد المصطفى يا ترى كيف كان العالم يعيش قبل بعثته ومولده، حيث كان العالم يعيش في فتن انقطع فيها حبل الدين وتزعزعت دعائم اليقين، فالهدى خامل والعمى شامل، عصي الرحمن وعبد الشيطان، فأهل الكتاب يجعلون لله ولدا وأهل فارس يعبدون النار، والعرب في كل بيت صنم وفي كل بقعة دم. لا يتورع أحدهم أن يقتل صاحبه ليسلبه شاة أو جملا، فقد بلغ استهانتهم بالحياة أن قتلوا أولادهم خشية الفقر. وعبر الله عن تلك الوحشية بقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. وكان من عادات العرب وأد البنات أي دفن البنات وهن حيات. وعبر الله عن تلك الوحشية: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكان الرجل إذا بشر بالأنثى فإذا بالسواد يعلو وجهه، فعبر الله عن تلك الحالة بقوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم أي يهرب من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هكذا كان العالم يعيش قبل بعثته ومولده. ولما بعث الله نبيه المصطفى أخرج العالم أجمع من هذا الوضع المفجع، فالنسب الشريف لرسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ومولده في اليوم 12 من شهر ربيع الأول. وتعالوا نستمع وإياكم إلى آمنة أم النبي وهي تحدث صاحباتها بحملها برسول الله، فقالت: ما شعرت أني حملت ولا وجدت له ثقلا ولا ألما كما تجد النساء، إلا أني أنكرت رفع حيضتي فآتاني آت وأنا بين النوم واليقظة فقال لي: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول لا أدري. فقال لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة. فقالت آمنة: فكان ذلك مما تيقن عندي الحمل، فلما دنت أي قربت ولادتي أتاني ذلك الآتي يقول لي: قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل ذي حسد. قالت آمنة: فكنت أقول ذلك وأكرره مرارا.